اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. وطبعا اللي بيتابعني من داخل مصر ومن خارج مصر مشرفينه ومنورينه على دماغي واخواتي وعيلتي التانية. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي طول العمر. رايحه فين يا بنتي؟ امنيه النهارده راح اقضي اليوم عند ماما. قلت ايه نغير جو سريع سريع كده وابتدي يومي كده بذكر الله. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا طبعا احنا قضينا اليوم عند ماما وعملنا بقى اكله جميله جدا جدا. البط الدمياطي، طبعا البط الدمياطي ده غني عن التعريف وبتوع دمياط كلهم عارفينه طبعا. طبيخ دمياط ولا يعلى عليه. انا جبت لكم التصوير، انا كان نفسي اصور لكم وماما بتطبخ وكده، بس والله للاسف ما صورتش، بس كان غصب عني. يعني رز وصينيه بطاطس والشوربه. وهنا طبعا دي المرتة الدمياطي طبعا اللي بيبقى فيها الكبدة والقنصة والرقبة والحاجات دي. طبعا دي بيبقى طعمها في حتة تانية. ودي عبارة عن بصل بتضربيه في الكبة ومعاه فلفل وبهارات وكمون، يعني جميع البهارات اللي عندي. هنا طبعا انا قلت لكم في مرحلة جديدة في حياتي وفي نقلان وكده. فده كان غصب عني. ايه رأيكم بقى يا جماعة في الشقة دي؟ والله العظيم انا لفيت كتير 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 ومش لاقية، وطبعا الحاجة غالية نار 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 بطريقة ما تتصورهاش. ودورت كتير دورت كتير بس لقيت شقق كتير، بس يعني في المكان اللي انا فيه يعني الشطبة اللي تكون، يعني الشقة اللي تكون متشطبة لوكس 3000 4000 5000، خلاف ان انت بتدفعي شهور تأمين ومبلغ وقدره، يعني مبلغ بصراحة مهول. وطبعا يا جماعة اللي بتبقى عايزة تعيش بتعيش، لو على والله العظيم لو هتفرش حصيرة وهتنام عليها. فانا مش فارق معايا والله العظيم ان كانت الشقة كده او ان كانت مثلا متشطبة. يعني اللي قاعد في شقة متشطبة خد منها ايه؟ انا ما انا كان عندي الشقة الاول ما كانش حد يعرف يقعد فيها. والله العظيم كانت يعتبر فيلا، بس الحمد لله على كل حال. وكل ربنا بيكتب للبني ادم خير لينا، ما هو الشر لينا، والله خير. كفايه ان هي حيطانها حلوه ودهانها حلو، وطبعا اكيد عفش برضه هيخليها حلوه وسجادي وكده. فطبعا هتبقوا معايا خطوه بخطوه وهوريكم كل حاجه، بس اتمنى منكم ان انتوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وهتبقوا معايا خطوه بخطوه. ولو عرفت ان انا اصور وانا بنقل هوريكم طبعا انا بعمل ايه. طبعا بالنسبه للشقه القديمه اللي انا كنت فيها دي، ناس كتير هتقولي كانت حلوه يا امنيه. ده كان غصب عني والله يا جماعه، انا مش مرتاحه فيها، فعشان كده حبيت ان انا اغير مكاني. لا انا مرتاحه فيها ولا جوزي ولا اولادي، فحبيت ان انا اغير، وحبيت ان انا يعني اجيبها شقه تكون مختلفة عن الشقق اللي انا سكنت فيها كلها. يعني حبيت اجيبها بسيطة، وحبيت اجيبها بلاطها مزايكم مش سيراميك. وهتبقى حلوة باذن الله معايا، وهنضفها تنظيف كويس. وطول ما الواحدة ايدها فيها هتبقى نضيفة وهتبقى زي الفل. سيبكوا بقى من الشكل اللي انتوا شايفينه ده تماما. والله العظيم باذن الله انا هخليها جنة، وهتبقى جنة بأولادي وبجوزي ودي طبعا ده حاجة خير لينا مش حاجة شر لينا. والحمد لله على كل حال، وكل اللي يجيبه ربنا لنا خير مش وحش. وطبعا هي ملهاش بلكونات الا البلكونه اللي هو المدخل ده. وطبعا هعمل منشر هنا وهركب ستاره وباذن الله خلاها زي الفل، وهتبقى والله مريحه وهتبقى جميله، وهتبقوا معايا خطوه بخطوه واصور لكم وهوريكم انا هعمل ايه. انا دي عندي زرع وكده هحطها في الحتتين اللي انتوا شايفينهم العاديين دول، هيبقى شكلها تحفه صدقوني. وهظبطها واخليها زي الفل. متنسوش تحطوا اللايك يا حبايب قلبي، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنا مكة بتقول لكم الشقه جميله جدا وعاجباها. عيالي بيرضوا باي حاجه وبيرضوا بقليلهم، والله الحمد لله على كل حال، طالعين لامهم. الحمد لله على كل حال. طبعا يا حبايب قلبي انا حبيت والله اشارككم الخطوه اللي انا عملتها دي. فانا ممكن ما كنت صورت والله، بس حبيت ان انا اوريكم انا بعمل ايه وعشان خاطر برضو خطوه بنتي والمدرسه وكده. فغصب عني والله، يعني انا جبت في المكان ده عشان اكون جنب مدرسه بنتي وكده. وربنا يا رب يسهل لها طريقها وينجحها واشوفها اكبر دكتوره في الدنيا. هي بتقول انا حلم اكون ضابط يا دكتوره، يا رب اشوفها اكبر ضابط في اكبر ضابطه في الدنيا يا اكبر دكتوره في الدنيا. ربنا يحقق لها اللي بتتمناه واشوفها احسن الناس هي واختها يا رب، اللهم امين. واتمنى منكم يا حبايب قلبي ان انتوا تدعوا البنت في الكومنتات، ربنا بناتي الاتنين ربنا يهديهم ويصلح حالهم واشوفهم احسن الناس في الدنيا يا رب.
ما تنسوش تحطوا اللايك. باي.